السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشني خالص يا احلى متابعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله نزلتكم فيديو كده، يعني ايه، هو الغدا بتاعي انا والحاج بس. فاحنا ايه ان شاء الله باذن الله هنعمله ايه. هي مطلوبة مني ان انا اعمل بامية ويكا عشان في ناس عايزة تتعلمها بصراحة. فانا قلت اعمل معاكم فيديو فيها، عشان قعدت اوصف لها، قلت لها خلاص هنزلها لك فيديو، وان شاء الله هتشوفيه وهتتابعيه وهتعرفي تعمليها ازاي. هي عروسه جديده معلش. بصوا حبايب قلبي، ان شاء الله فضلت خيركم كده. هما كام حته فرخه كده عشان اصوم انا والحاج بس. هبتدي اسلقهم وابتدي برضو اعمل الباميه الويكا. بصوا الباميه اللي انا مفرزاها شكلها حلو ازاي. دلوقتي انا هوريكم وانا بقطعها، هتفك بس شويه واقطعها معاكم حلقات واعملها باميه وكا قدامكم. وهنعمل بس شوربه لسان عصفور، وهناكل بقى بالليمون المخلل اللي احنا عاملينه مع بعضينا. ماشي. فالباميه دي والله تحفه تحفه في التفريز. وبصوا بتحتفظ بلونها وبخضرها. ده هو بس التلج والشبوره اللي هي معموله دي بس بتبقى احلى باميه ويكا واحلى باميه بصلصه. انا بجففها برضو، انا عاملاها فيديو ان شاء الله تابعوه هتشوفوه هيبقى جميل جدا. يعني وحطوا لي لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من تيتا حبيبتي. ماشي حبايب قلبي. انا دلوقتي هعلق على الميه وابتدي اعمل الفراخ معاكم. انزل بالميه اهي وابتدي اولع عليها. طبعا الميه تغلي هنزل بالفراخ وهبقى معاكم حاضر. انا النهارده عملت لكم ان شاء الله فيديو البصل المجفف البودر، وان شاء الله برضو هنزله لكم. انا لسه بس بظبط فيه، بس والله فيديو روعه روعه وبصل فظيع. حتى بصوا كمان هوريه لكم دلوقتي كمان في الفيديو ده. بصوا البصل وجماله. استنى اوريكم كده المعلقه. بصوا حبايب قلبي بصل البودر. بصوا من احلى البصل البودر، ولا ريحته فظيعه. تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله هنزله لكم. انا نزلت التوم وهنزل لكم انا مصوراه انا، بس هنزله ان شاء الله كده. ان شاء الله قبل الفيديو بتاع الباميه باذن الله. ماشي يا حبايب قلبي. انا بس بعلن عنه بس عشان تبقى عندكم فكره اللي انتوا تتفرجوا عليه. بصوا بصل ايه، بصل بودر روعه. من ابسط اللي يعني الحاجه. بصوا يا حبايبي، يعني اللي تقدروا توفروا فيه اعملوه في البيت. يعني انا عملت التوم البودر وهعمل بصل بودر وان شاء الله هعمل السبع بهارات. الحاجات دي كلها اما بتجيبيها من عند العطار جاهزه بتبقى غاليه جدا. والدنيا طبعا انتوا عارفين يعني مش مستحمله. فاي حاجه يعني مثلا ايه، الفراخ دي انا والله كنت جايباها ويعني كنت مربياها بصراحه. وغسلتها وقطعتها كده قطع و... وقلت مش عيب اما اعمل معاكم كام حته دول، يعني انا بس ايه، يعني اكل نفرين كده. ماشي يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير ان شاء الله. بس الميه تغلي وهكمل بقيه الفيديو معاكم. حبايبي هبتدي انزل اهي، الميه بتغلي اهي، ابتدي انزل بقطع الفراخ. بصوا حبايبي اهي الفراخ. بصوا حبايبي الفراخ دي اتنقعت في محلول دقيق وملح وليمون، واتغسلت كويس جدا مرتين وثلاثه وكده. وبصي زي القشطه اهي. بس معلش انا كنت غسلاها والله من قبل كده. ان شاء الله هعمل معاكم برضو غسيل الفراخ وكده والنقع اللي انا بنقعه فيه. دي فراخ بيتي بصراحه، هي فراخ بيضه بس انا اللي مربيها. حبايب قلبي تيجي تغلي والم منها الريم وما بغطيهاش. كل ما بتغطيها الريم بيروح. انا بسيبها كده شويه لغايه ما الريم كله يتجمع، وابتدي اشيله وابتدي انزل بقى بالبهار. بصوا حبايب قلبي ابتدت الشوربه تغلي اهي، مفيهاش اي ريم خالص. بصوا عشان اغسلها كويس جدا، ولو طلعت ريم برضو يتشال. بصوا حبايبي هنزل بايه، هنزل باتنين قوطه طماطمتين صغيرين، وهنزل ببصلايه كبيره وحبهان ومستكه وورق رب. هبتدي بقى ايه، هقطع دول كده معاكم 4 ارباع كده. هبتدي اهو. بصوا نزلت بالطماطم والبصل. انا بحب كده الشوربه يبقى لونها روز كده، والورق الغار والحبهان والمستكه اهو حبايبي. بصوا حبايبي الملح والفلفل الاسود انا حاطاه على بعضه. كان عندي شويه فلفل صغيرين بصراحه حطيت عليهم شويه ملح. فبصوا اهو حطيت ملح وفلفل اسود
وكده الفلفل الاسود ما بيهدرش معاكي طالما انت حاطاه مع الملح. ولو عندي بحط ساده وبحط ملح ابيض يعني عادي مفيش مشكله، بس انا حطيت الاثنين على بعض وعامله كده وعامله كده يعني. وهبتدي اسيبها بقى تغلي وتستوي، وتابعوني بقى ايه، تعالوا بقى شوفوني هعمل ايه في الباميه لما هي تستوي معانا الفراخ. بصوا يا حبايبي، بالنسبه للباميه اهي ابتدت تفك شويه. هبتدي اعمل ايه بقى، بصوا ابتديت ارجع بالكاميرا شويه اهي كده. بصوا ابتدي ايه بقى امسكها كده واقطعها حلقات. ليه بقى انا بعملها كده، بجففها سليمه كده، عشان انا لو قطعتها حلقات وجيت اديتها الصدمه بتاعه الميه السخنه هتبتدي تنزل كل الفايده اللي فيها. فانا ببتدي اللي انا ايه اعملها كده واستفاد بالفايده اللي فيها. وعندي السوا وعندي ما بقى بعمل الباميه ببتدي اقطعها كده. انا جربت دي وجربت دي، لقيت دي احسن طريقه. ليه؟ عشان الفايده كلها ما تنزلش في قلب الميه، فانا بس مقمعاها من هنا ومن هنا ومجففاها بنفس الشكل. بصوا يا حبايبي اهي، تعملي بقى على 2 على 3 مفيش مشكله. بصوا لونها وجمالها. بصوا التفريز بتقعد عندي بالسنه والسنتين والله. بس انا طبعا كل سنه يعني بجيب باميه وبعملها، لسه عاملاها بتاعت السنه دي. بس انا لما بتقعد معايا والله بتبقى زي ما هي ان شاء الله، وقعدت سنه بنفس الشكل كده. بصوا كده بقى محتفظه، بصوا من جوه محتفظه بالفايده بتاعتها وبلونها. بصوا حبايبي، حتى بصوا لما بتتقطع من جوه لونها ابيض. طبعا تتكسر معاكي، تعمليها على 3 تعمليها على 4 كلها هتبقى ويك. وطبعا تنزلي بيها في الشوربه وهي ساقعه، ما تخليهاش تفك. وبعدين انا بس فكها عشان اقطعها، وفكها ايه تفكيك يعني برضو فيها سقعيه. بصوا هي تلجة اهي، مش فكها خالص يعني، ما سيبهاش تتهري واقعد اخرطها. لا انا هطلع منها اللي هم بيفكوا كده اعملها. بصوا جامده ازاي يعني عشان تصدقوني اهو. طبعا عملنا دي كده شويه كده تفك سيكه، ابتدي بقى اعملها كده. يا حبايبي اللي ما بيجففش الحاجه في قلب البيت بتبقى كل حاجه باسعار. يعني انا عشان انا اجيب يعني دول كده يعتبر كيسين باميه مش كيس واحد من اللي هما بيتباعوا في السوق، ما تكفوش نفرين يعني. طبعا انا الباميه كانت يعني هي كانت غاليه السنه دي، بس برضو الغالي رخيص فيه طالما عندك، طالما مجففه وشايلاه بقى رخيص. انت يوم ما اشتريتي فراخ ما اشتريتيش باميه قصادها، فكده بقت عدت من عليكي وبقت رخيصه. وغير كده برضو ايه، لو جه بقى عليكي ضيف، جوزك عزم حد، مامتك جاتلك، اي ظروف بتحصل لك بتلاقي نفسك الحاجه عندك. يعني انا الجزر عندي من السنه للسنه، البسله بنفس الطريقه، كل حاجه ان شاء الله هعملها هجففها معاكم ان شاء الله. برضو هعمل لكم القلقاس وهعمل لكم السلق بتاعه. انا بقى السلق بعمله بدرجه اللي انت يوم ما بتطبخيه ما بتحسيش ان انت طبختي قلقاس. انا بخلصه واجهزه خالص، ولو قعد سنه بنفس الطريقه باخد منه في قلب الشوربه ويبقى خلاص القلقاس معايا خلاص في غلوتين. فان شاء الله برضو ايه هبقى اجفف معاكم السلق واعمل معاكم القلقاس وباذن الله. بس الدنيا تشتي شويه والدنيا تحلو كده، كل ما بصراحه الجو يشتي على الخضار كل ما زرعنا يبقى احلى واحلى. يعني كل ما الشتاء يجي كل ما الكرنب والقلقاس والحاجات دي ما تاخدش سوا معاكي وتبقى ليها طعم ومسكره. فاحنا بس ايه هي شتت وكل حاجه والحمد لله كل حاجه حلوه. بس طبعا ايه بالنسبه للتجفيف والكده والتفريز يعني لسه شويه، وطبعا لسه سعرها عليه شويه يعني. ليه الحاجه بتكتر في الشتاء. انا عندي قلقاس وكده بس انا هجفف طبعا الجديد ان شاء الله. بصوا اللون والله يعني انا خايفه تكون الكاميرا ظلماها، بس هو لونها خضرة بصراحه كني والله لسه عاملاها فريش. بصوا حبايبي، في ناس بتجيب الباميه الوكه دي الكبيره قوي، انا بحبها الوسط. يعني انا يوم ما بجيبها على بعض، وبجيبها برده كأنها صغيره، وبنقي منها الكبار بخليهم ويك. فدي بالنسبه لي انا ما بحبهاش بصلصه، احب الصغننه اللي هي الميني دي كده بالصلصه. يعني لو كبرت تبقى كبرت حاجه صغيره، بس دي انا بحبها ويك. يعني انا الم كل اللي فيها كده الوسط ده اعمله ويك، عشان احنا من عشاق الويكه. طبعا الصعايده احلى اكل واخف اكل. وبصراحه الباميه الويكه دي ممكن تعمليها على شوربه فراخ وممكن تعمليها على شوربه لحمه. اما الباميه ام صلصه انا بحب اعملها على اللحمه على طول، زيها زي اللوبيا وزي الفاصوليا اللي هي الناشفه. الحاجات دي بتبقى مش عايزه شوربه فراخ، بتبقى عايزه بتبقى لحمه جواها، فيبقى الاكل طعم وجميل. اما بالنسبه للباميه الويكه ممكن لو عندك كيس شوربه وما عندكيش فراخ انت اللي هتطبخي هتعملي شويه باميه ويكه وتملحي جنبهم بقى كده ايه شويه باذنجان مخلل كده بالفلفل الاحمر، هيبقى احلى. وتعصري ليمونه كده عليهم. والباميه بقى الويكه دي ميزتها تاني يوم بتحلو. يعني احنا اول يوم ما نحصرلهاش ليمون، تاني يوم انا احب نص الليمونه كده احصرها على الباميه وانا بايه بسخن. ولو عامله بدنجان بليمون والكلام ده كل ده برده يعني ماشي مع الباميه. انا ان شاء الله النهارده هطلع لكم معاها ايه بقى
المفاجاه الكبيره بقى الليمون اللي انا ملحاه معاكم بقى، وطعمته حلاوه والله، حلاوته بصي حلاوه السنين زي ما بيقولوا. ربنا يا رب يخلي ايامنا كلها حلوه. تحفه تحفه تحفه. بصوا حبايبي الباميه، بصوا الالوان، بصوا الشكل. انا اتمنى تجربوا الباميه الويكا دي، واتمنى اكتر تجربوا التجفيف بالطريقه اللي انا هوريها لكم ان شاء الله. وتطلعي الهوا كده وترصيها برصه حلوه في قلب التلاجة بتاعتك تبقى مرتبه، وكل الحاجات دي التكات دي كلها هقول لكم عليها باذن الله. فدلوقتي هحمر لسان عصفور وابتدي بس الفراخ تستوي شويه، وانزل بقى بالطبق الرئيسي الجميل الحلو السعيدي. ماشي يا حبايب قلبي، ودايما عايزاكم تشجعوني. والله انا بيكم هكبر باذن الله، وانا اتمنى ان انتوا تكبروني. بصراحه هقول لكم انا امنيتي ايه. امنيتي ان انا اطلع عمره، فشجعوني للموضوع ده، امانه عليكم. فاللايك والشير ما تحرمونيش منه. انا بتمنى من ربنا في حياتي دي كلها اللي انا اطلع عمره، وربنا يا رب يكتبها لنا كلنا كده، ويكتبها للمسلمين جميعا يا رب، ويكرمنا كلنا في صحتنا وعافيتنا. اهم حاجه الصحه يا جماعه، والله اهم حاجه. ما في ولا فلوس الدنيا ولا بصوا لو عملنا ايه في الدنيا ما زي الصحه. وربنا ما يحرم حد يا رب من صحته، ويكرمكم ويديكوا الصحه والعافيه يا رب كده ويعني اللي عنده عيال بقى يجوزها، واللي عنده عيال صغيرة ربنا يقوي عليهم، واللي عنده عريس كده ربنا يفرحوا بيه، واللي ما عندهوش عيال ربنا يكرمه كده بأحلى حجة وأحلى عمرة وأحلى صحة. والله ما بينفعوا. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. ربنا يديك الصحة والعافية حبايب قلبي. خلاص أنا كده إيه إن شاء الله، بس هروح كده وارجع لكم تاني. باي. بصوا حبايبي، هبتدي انزل انا دلوقتي كده بمعلقه سمنه بس، مش كبيره قوي يعني، معلقه صغيره تعمل لي بس لسان عصفور، نص معلقه كبيره كده بس او اقل كمان. هبتدي بقى انزل بلسان عصفور كده، احمر منها شويه حبايبي، هبتدي احمرها على نار هاديه كده. انا بس عايزه اوريكم حاجه كده في الشوربه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصي اللون، وبصي الصفيان الشوربه وجمالها. والله الفراخ دي مطلعه كريم خالص، معرفش بقى ليه، عشان اللي مربياها ولا يمكن انا مربياها صح. بصوا حبايبي، بس الفراخ وجمالها بيضه وجميله طبعا، لسه شويه. سبحان الله العظم بتاعها والله عامل زي ما يكون كده، بص عظم يعني فراخ بلدي، بطه وزه، بيتقطع بيتكسر بالعافيه. بصراحه تربيه البيت فظيعه، على 45 يوم تاكلي اكبر فرخ. بس انا عايزاكم بس ايه تشوفوا كده، يا رب يكونوا شايفينها معايا. بصوا جمالها، بصوا جمال اللون، شايفين لون الشوربه. بصوا الطماطميه بتديها طبعا روح وشكل وطعم. وطبعا هتنفعني في لسان عصفور كده اللي هي اللون دوت، وطبعا هتنفعني تاني برضو في الباميه البيكا بنفس الطريقه. الطماطميه بتدي طعم جميل جدا جدا، ولو عندك جزر حطي، بس انا بصراحه ما بحب الطماطم اكتر. لو هعمل شوربه خضار ممكن احط جزر وازود بقى. بصوا حبايبي، هبتدي احط الثوم في الهون. هبتدي احط الثوم، واحط قرن فلفل احمر، بصوا، واحط شويه كزبره ناشفه. بصوا شويه كزبره كده قد ايه، قد معلقه صغيره، عشان هي الباميه الويكا جميله قوي بالكزبره. قد معلقه صغيره كده. وابتدي بقى احط الملح والفلفل الاسود اهو. انا كده معلش حطاهم على بعض المره دي. كده حطينا الملح والفلفل الاسود، ابتدي انعمهم وادقهم كويس قوي، وبعد كده اوريكم بعمل ايه في الباميه. بصوا حبايبي، اللسان عصفور اهو كده انا موطيه عليه النار اهو، بيبتدي يحمر. ابتدي بقى احط الشوربه في ايه، للباميه. بصوا حبايبي، طبعا انتوا تخلي بالكم طبعا، بس انا عشان ايه متعوده. بصوا ابتدي اخد شويه شوربه، بصوا الجمال والحلاوه. بصوا بس كده، ولو عايزه تحط لها تاني. بصوا الشوربه وجمالها، بصوا حبايبي، بصوا اللون وحلاوته. طبعا ده بيخلي لي الباميه زي العسل. ابتدي بس دي تستوي سنه، عشان هي ايه
زي ما فهمتكم كده، اللي هي باميه بلدي، قصدي فراخ شبه البلدي كده، عارفه التربيه كده، فالعظم بتاعها جامد فلازم تاخد سوا كويس. بصوا يا حبايبي، هي الشوربه بالنسبه لي دلوقتي كده، اول ما هتغلي على طول هنزل بالميه. هي عامه سخنه عشان انا واخداها تغلي اصلا، بس عشان الحله كانت ساقعه. فطبعا لو هي عندك الشوربه من الاول اغليها الاول، وانزلي بقى. بصوا الباميه وجمال لونها، بصوا والله الكاميرا ظلماها. بصوا اللون، بصوا اخد بيها صوره. بصوا جميله ازاي. انزل بيها بقى كده على الشوربه على طول. طبعا الباميه متلجه وساقعه وكده احسن، عشان ما تغيرش لونها منك مع الهوا. في ناس تقول الباميه بتصفر مني او حاجه، لا هي بتسيبها يعني تفك على الرخامه وبعد كده تبتدي تحطها. لا طبعا هي المفروض اي حاجه انت مجففاها تنزلي عليها ساقعه على طول. اهي نزلنا كده بالباميه. بصوا اهو، بصوا الشكل، بصوا اللون كمان، بصوا اللون على النار. ابتدي بقى اخد حته دقه من اللي انا عاملاها ديت، الكزبره والفلفل الاسود والملح والثوم والفلفل الاحمر. اخد حته صغيره وهسيب الباقي بقى للتحمير. ابتدي احطها فيها نيه. دي بقى من التكات اللي الباميه تبقى جميله، وتسيبيهم بقى كده يستووا. وهوريكي بقى في مرحله السوا بيبقى فيه. يعني بصوا الحبايه اللي هي البيضه دي، بصوا الحبايه البيضه الجميله دي بتبقى لونها كده اللون الاوف وايت، وما تغمقش عن الاوف وايت، تبقى اقل كمان، يعني لون كده، لون سمني خفيف خالص اللي هو يعني. والباميه تلاقيها استوت معاكي. ساعتها بقى المفروض يبقى عندنا مفرك صعيدي وبنعملها بيها. طبعا دلوقتي ما فيش في اي بيت مفرك، وحتى انا اللي بعمل باميه بس ما عنديش المفرك بصراحه. كان عندي واحده كانت نفسها فيه، رحت اديته لها في سبيل انا بالمعلقه بتيجي معايا باميه ويكا بمضرب اليد بدوت. بصوا باي حاجه انا بعملها وبتبقى احلى باميه. ف فان شاء الله كده بس تابعوني وانتوا هتعرفوا الخطوات. استنى بس لاخر الفيديو. اهي هتستوي وارجع لكم تاني. انا بالنسبه لي كده السمعه بتاعتي خلاص حمرت. هبتدي برضو انزل بالشوربه الرز الجميله الحلوه اللي احنا عاملينها ايه مع بعضينا. اهو بصوا ابتديت كده اهو، وانزل برضو بايه بالشوربه. بصوا اللون، بصوا هخليها لكم كده عشان تشوفوا. بصوا مفيش حاجه بتقع ولا حاجه. بصوا اهي كويسه. حبهانات، حبهانه واحده وقعت ان شاء الله هجيبها اهو. دول 3 وقعوا. لو عايزه تصفيها صفيها، بس انا برضه هطلعها كده. الفراخ كمان قربت تستوي. لو عايزه الشوربه دي هزود بيها هزود. بصوا اهي الحبهانه اهي اول واحده. طبعا انا فاكره حاطه كام واحده. اهي الثانيه، اهي الثالثه، الاربعه اللي قلت لكم عليهم ما شاء الله هم قدامي. بصوا على الوش، بصي لون الشوربه تحفه. مش عارفه شايفينها ولا لا، بس انا هوريها لكم. طبعا زيها زي اهي. بصوا اللون، بصوا لون الشوربه جمالها. احلى شوربه ان شاء الله. لسان عصفور من نوع. لو عندك ضيف جاي ما تعملهاش وتجهزيها وكده. بصراحه بتشرب من الشوربه وبتنفش كده، بتبقى شكلها مش حلو. هو انت ساعتها بتديها غلوه وبتدفي عليها، وعبال ما بيجي الضيوف بتبقى خلاص كده اوريدي هي الشوربه سوتها. او لو عايزه اللي انت تحمريها وتركنيها وقرب ما يجوا كده تبقى قدامهم نص ساعه ولا حاجه، تبتدي تعلقي عليها. بس ما تعملهاش بقى من بدري وتستني اللي هي ايه تبرد والكلام ده كله. والفراخ اهي ابتدت تستوي معايا اهو. بصوا ابتدت، بصوا اهو، بصوا اللحمه ابتدت. بصوا حبايبي انا شلت معاكم الفراخ، وابتدي بس اديهم شويه فلفل اسود كده وهما سخنين. ده كده بيديها طعم كويس جدا الفراخ بتاعتك. بصوا حتى لو هي الشوربه كويسه برضو بتدي ايه للتحمير طعم. شويه ملح وفلفل اسود صغيرين، وابتدي بقى بعد كده احمرها معاكم واقول لكم الشكل. وكده اديتها شويه الملح صغيرين، الملح وفلفل اسود.
بصوا حبايبي الباميه اهي في السوا اهي. بصوا بس الباميه من النوع اللي هي مش بتتغطى، لو انت غطيتيها هتبتدي تفور منك. فهي الباميه الويكه بتستوى كده وهي مش متغطيه. لو عايزه تغطيها غطيها نص غطا، يعني ايه، نص غطا كده. بس هي المفروض ان يعني انت مستعجله ان انت تستوي بسرعه، لو هي كده بس عشان ما تفورش، عشان هي بس من النوع بتعمل رغاوي بتفور كده بس. بصوا حبايبي الباميه اهي بتستوي. بصوا الجمال، بصوا قربت اهي. بصوا حتى باينه اللي هي بقت طريه، شايفين؟ بصوا بس طبعا لسه شويه زي ما قلت لكم. الحبايه دي تبقى لونها كده ايه، يعني اللي هو الاوف وايت الخفيف كده، لون الاوف وايت كده البيج ده، عشان متبقاش نيه بس. يعني نص تغطي، يعني ما تغطيهاش خالص، غطيه كده نص الغطا. ابتدي يا حبايبي بصوا، ابتدي ايه، اخد التوم كده، ده التوم بقى اللي انا كنت عاملاه دقه، واحطه هنا. بس احط نص معلقه سمنه. واقول لكم ايه تاني، بصوا حبايبي دي بقى مش سمنه، دي عباره عن دهون تحت العجل البيضه دي الحلوه. انا مسيحاها بزيت نضيف، زيت مثلا ذره، زيت عباد شمس. وانا بحبها في الباميه وفي الملوخيه الخضراء او الملوخيه الناشفه، اي ملوخيه يعني. فدي بتدي طعم بصراحه خالص. عايزه تعملي بسمنه وزيت برضو مش هتبقى وحشه، هتبقى جميله برضو. الخفيف عندك اعمليه براحه راحتك. بصوا حته صغيره خالص اهي. دي كده بقى ايه مع الثوم، الثوم اللي هو الثوم والفلفل الاحمر وشويه كزبره ناشفين وشويه ملح وفلفل اسود. دي طشه ايه، طشه الباميه الويك. هبتدي هنا بقى ايه احمر الفراخ معاكم. ابتدي اخد حته سمنه. بصوا حبايبي، ده المفرك اللي انا محضراه ايه، مضرب بيض كده للباميه. ابتدي احط ده في الفرن كده، ولو محتاجه شويه شوربه هزودها شويه شوربه. بصوا حبايبي، اي حاجه تعمل معاكم رغاوي كده شيلوا الريم بتاعها. اي حاجه تعمل ريم شيلوه. بصوا الريم ده كده يتشال، ليه؟ الباميه تبقى صافيه ولونها حلو. اهي هما دول بس. بصوا اللون اللي قلت لكم عليه اهو، ابتدت تدي لون الاوف وايت اهو. بصوا ابتدت تستوي معايا كمان، بس انا هزودها شويه شوربه كمان عشان اوريكم ايه، شوربه صغيرين. ادي كوبايه شوربه تاني كده، عشان الملوخيه من نوع ما بتتفرج بتبقى. نسيبها تغلي شويه كده وتستوي شويه. وطول ما احنا واقفين بقى بنطبخ كده نستغفر ربنا، نذكر اذكار كده، نقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قولوا حبايبي لو بتحبوا حاجه معينه قولوا لي عليها، اللي هي حاجه طبعا انا ليا في الطبيخ الصعيده كله يعني دايسه معاكم في اي حاجه. بصوا هي كده اهي، بصوا سخنت خالص. ابتدي انزل بقطع الفراخ.
حبايبي ابتدي افركها كده. بصوا الجمال، بصوا. في ناس ما بتحبش تفركها خالص وتحب تاكلها حلقات، بس احنا لا، بنحبها خشنه ويعني ولا ناعمه قوي ولا خشنه قوي، في المعقول. يعني انا بحبها كده. بصوا استوت ازاي واتضربت ازاي على طول. بصوا الجمال. طبعا ليه اهي. عارفين يا حبايبي ان شاء الله الاكل الاقتصادي والاكل اللي هو طبعا على قد نفرين والاكل اللي هو ما بيتكلفش، ان شاء الله انا هعمله لكم كله ان شاء الله. الايام الجايه دي بقى هندخل على العدس والعدس ابو جبه والبصاره والحاجات الجميله كلها الحرشه. والله بموت في الاكل ده. بصوا حبايبي، بصوا نعمت ازاي، ما فيهاش ولا، بصوا، وشرايط خفيفه كده. بصوا بقت شرايط خفيفه ازاي. بصوا ما فيهاش ايه حلقه كده. بصوا هي دي اللي انا عايزاها كده. احط عليها كده، احط عليها وهديها ضربه صغيره بقى. احمر دي كنت موطيه بس عشان ايه اضربها كويس. ابتدي بقى اشوف الفراخ بتاعتنا الجميله حلوه لسه شويه. شويه صغيره بس. بصوا تحمير توم زي اي تحمير، يعني زي طشه الملوخيه زي كده يعني. بس والله لو انتوا معايا وشامين الريحه فظيعه فظيعه فظيعه. بصوا الكزبره مع الثوم بصراحه ليها ريحه رهيبه. بصوا انا جيراني دايما بيقولوا لي ايه انت هتطلقينا من جوازنا اما بيشموا الروايح ديت. والله العظيم زي ما بقول لكم ده بيحصل. بصوا حبايبي الفراخ. بصوا بقى قولوا لي انت كده مقطعاها كده ليه؟ انا عندي الحاج اكلته بسيطه فما بياكلش الورك كله، فبياكل قطعه ومثلا لما يعوز تاني بياكل القطعه الثانيه، وممكن لو خد اكل بياكله التاني مع الاكل فيحس ان الاكل لسه معمول. عكس ما بديله الورك بياخد منه حته ويسيب الثانيه، وانا برضو لو خدت حته وسبت الثانيه طب احنا ليه نفتفت؟ لا احنا نقطع كده من الاول، واللي عايز حتتين بالهنا والشفا ياكلهم، واللي عايز قطعه واحده ياخدها، واللي عايز اتنين ده نايبه عادي ياخده. بس انا بحب اللي انا ايه، ما مش كل واحد يقطع حته ويسيبها. وبعد كده بقى يقول لك ايه لو بقى عندك بواقي قطعيها واعمليها. طب ما من بق ده ومن بق ده ومن ايد ده، لا ما احبش كده خالص. لو عندي بواقي تبقى برضو محدش جه جنبها، دي ممكن برضو ايه ادخلها في اكل. اما اللي انا كل واحد بقى منه حته امسكها افصص واشوف العك كده كله، انا ما بحبوش خالص. يعني انا على راسي اللي بيعملوا كل حاجه صح وبيعملوها كل حاجه بطريقتهم، على راسي والله. انا مش بعيب فيهم، بس انا والله نوعي كده اصلا. يعني انا عندي كل واحد بياكل في طبقه، وعندي كل واحد لو مسك حتته خلاص يخلص. ما اقدرش اغرف رز في طبق كبير وكله ياكل، لا كل واحد طبقه. فدي والله اتعودت على كده. فقولي لي بقى انا صح ولا غلط، بس انا والله عندي ما حد بيرمي حاجه، يعني هم حبه الحاجه اللي اخدهم هو اللي بياكل، لو عايز تاني بيغرف. او احط طبق كبير على جنب واللي يعوز ياخد منه المعلقتين الثلاثه اللي هو محتاجهم. اما ارمي اكل ولا برمي اكل ولا بزروت اكل. الزروطه دي انا ما بحبهاش خالص خالص خالص. بصوا حبايبي، بصوا الطشه هي كده. بصوا احنا مش عايزينها تمرر، احنا عايزين اللون الذهبي الجميل ده. بصوا شايفين معايا؟ بصوا الحلاوه. هننزل بقى كده طبعا عشان طافيه ما عملتش بقى ايه التش بتاعتها، بس اهي كلها سخنه. بصوا سامعين؟ بصوا الحركه دي اهي. بصوا حبايبي الباميه، بصوا الباميه. وبرده من الباميه اللي تبقى جميله انا ما اقلبهاش، لازم التوم كده يبقى محمر يبقى على الوش، وهي اما هتبرد هتقلبيها هتدي طعم احلى. عكس ما هي تبقى لسه سخنه الطشه بتاعتها واجي اقلبها تبقى كانها ما اتعملتش طشه. المفروض ان انا بغطي نص تغطيه كده، برده مش بغطيها زيها زي الملوخيه بالظبط، بسيبها مواربه شويه. ابتدي بقى اغرف الاكل معاكم.
وان شاء الله هوريه لكم دلوقتي. حبايبي الحلوين، تعالوا بقى شوفوني بعد ما خلصت بقى الاكل كده والغدا البسيط الجميل الساهل. تابعوني معايا بقى فيه بقى، شوفوا بقى الفرش الاخير. بصوا حبايبي الباميه الويكه، الباميه الويكه هي بجمالها بحلاوتها. طبعا كل واحد طبق بالهنا والشفا بيخلصوا زي ما انا قلت لكم. وطبق الشوربه لسان عصفور وحتتين الفراخ وتعالوا بقى شوفوا معايا الليمون الجميل الحلو اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا هطلعه قدامكم اهو. بصوا اهو، بصوا حبايبي انا بحب اطلعه بالشوكه عشان ما احطش ايدي فيه، والحاجات دي بتعمل زي بكتيريا في قلب المخللات والحاجات دي كلها، فدايما اي حاجه تطلعي بيها. انا بحب طبعا ده عشان هو لسه مليان فهطلع بالشوكه، اما يبقى نصه كده بطلع بالكبشه. بصوا حبايبي، بصوا الليمونه وجمالها، بصوا الليمونه، بصوا حبايب قلبي من فوق الوش اهو. وبصوا ولا عامل ريم ولا عامل اي حاجه. بصوا الجمال، بصوا انا عامله معاكم فيديو عليه. ولا الفلفل وجماله في قلبي. بصوا شويه مخلل بصراحه زي ما الكتاب ما قال والله. بصوا الليمونه، بصوا الجمال، بصوا حلاوه الليمون وحلاوته، معصفر وناعم. بصوا ده بقى انا اكلته بعد 4 ايام، احنا دلوقتي بقى لنا اسبوع عاملينه. بصوا 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 الطريان والجمال، تحفه تحفه تحفه، مش قادره والله، مش قادره اقاومه، تحفه والله. ولا مزازه ولا مراره ولا اي حاجه، من احلى الليمون اللي تعمليه بهرس الشطه. طبعا يا حبايبي انا مش هطلع تاني عشان احنا نفرين، بدل ما اطلعه واشيله تاني خساره. انا بحب الحاجه كده احتفظ بيها ايه بحلاوتها. بصوا الجمال، انا اتمنى تخشوا على الفيديو ده وتتشجعوا وتعملوا شويه ليمون زي دول. بصوا الطعامه ولا الفلفل وجماله ولونه زي ما انا قلت لكم. بس خلي بالكم لو عايزين تحطوا بارد حطوا، ولو عايزين تحطوا سبايسي يعني ممكن تحطوا في الشطه الحمراء، ولو الفلفل تاكلوه كبارد حلو، بس انا بالنسبه لي ده حامي واحنا بنحب الحامي. بس بصوا الليمونه وجمالها. فاتمنى تجربوا الاكله البسيطه الصغننه دي الصعيدي، وامانه عليك تكتبوا لي في الكومنتات وتشجعوني. ماشي احلى متابعين. بص الاكل وجماله، ما اعرفش انا شايفاه جميل والله، وانتم ان شاء الله اكيد برضه هتقولوا لي، واتمنى تكونوا معايا تدوقوا والله معايا. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايك والشير. السلام عليكم، مع الف سلامه حبايبي.